اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله وصفة جديدة. هنعمل جاتوه الجلاش او بديل جاتوه الملفيه، زي ما انتوا حابين تسموها سموها. عايزين برضو تقولوا عليها صنف جديد للجلاش، هي تنفع كل الأشكال. الصراحة طعمها حلو جدا، وعلى فكرة هي سهلة مش صعبة خالص، اي حد يعرف يعملها. شايفين شكله حلو جدا وطعمه كمان جميل. النهاردة هنعمل بالفانيليا وبالشوكولاتة. ممكن تعملي بالمربى، بأي صوص انت حباه. يلا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا لفة من الجلاش، بس تكون طرية وياريت تكون طازة. يعني انا دي كانت متقطعة شوية لان كانت بقالها فترة في الفريزر. ياريت انتوا تكونوا لسه جايبينها طازة يعني. هنفردها كده كويس وهحطها جنبي، وعلى الرخامة بقى، على مفرش، اي حاجة اللي انتوا حابينه. وعندي هنا حوالي نص كوباية من السمنة، او سمنة على زبدة، او زيت على زبدة، او زيت على سمنة اللي انتوا حابينه. وعندي هنا صاج انا دهناه دهنة من السمنة. هجيب كده اول ورقة من الجلاش معايا. انا هشيل دي عشان فيها قطع كده بسيط، احط واحدة سليمة الاول. يعني حاولوا تفككوه، ما تحطوش اتنين مع بعض عشان تبقى الطبقات معنا مورقة وكويسة. انا هنا بختار واحدة تكون سليمة شوية. هدينا دهنة بقى كويسة من السمنة او خليط زي ما انتوا حابينه. تمام. هحط بقى الورقة التانية مقطوعة بقى، مش مشكلة، كده كده هتتدارى. زي ما قلتلكوا لو طازة هتبقى معاكوا احسن من كده بكتير. هدهن برضو دهنة كويسة كده من السمنة، وهفضل اكرر الطبقات كده لغاية 10 ورقات. يعني هحط 10 ورقات فوق بعض، بين كل ورقة وورقة دهنة من السمنة. زي ما قلتلكوا مادام حطينا اول ورقة سليمة مش مشكلة، بعد كده نحط متقطع عادي. هنا انا حطيت ورقتين لاني هما نصين يعتبر، مش ورقتين. وبعدين دهنة برضو كويسة عشان دي اللي هتخلي معانا الطبقات مورقة. انا هنا خلاص خلصت ال10 ورقات. هقيس بقى بالمسطرة عشان اقسمها على 3. انا لقيت عندي العرض 30 والطول 30، فانا هقسمها، هخلي كل قطعة 10. ممكن مش لازم مسطرة، ممكن بعينيكي، بس الاضمن مسطرة يعني عشان لما يتحطوا فوق بعض يبقوا متساويين. هنقطع بقى كويس. تمام كده بقى 3 قطع قد بعض. وانا هنا هساوي الاطراف بتاعتي بس حاجة بسيطة خالص كده عشان تبقى متساوية برضو. ممكن تستغنى عن الخطوة دي لو انت شايفاها مظبوطة قدامك. بصوا، حاجات ما تذكرش اصلا، يعني حاجات بسيطة خالص. على فكرة طريقته سهلة جدا وما بياخدش وقت خالص. ممكن ياخد معاكي وقت بس لو اول مرة تعمليه، لكن نتيجته حلوة جدا. ينفع في عيد ميلاد، ينفع على الضيوف. طعمه حلو جدا وشيك في التقديم. كده خلاص سويت الاطراف بتاعته. هرصه بقى في الصاج. انا كنت بحاول كده احط ال3 مع بعض بس مش هينفع، فهحط 2 2.
طبعا على حسب الصينيه اللي انت بتحطي فيها او الصاج اللي انت بتحطي فيه. بصوا انا هنا بحاول اهو، بس مش هينفع، لقيت الطرف هيبقى على الطرف فمش هينفع خالص. هركنها بقى على جنب وهحط الاتنين كده في النص عشان يستوى كويس، وهجيب اي صينيه واضغط بيها فوقهم. بس هدهن الوش بس الاول بالسمنه، عفوا، عشان يبقى كله متحمر من جميع الاتجاهات. هجيب بقى اي صينيه واحطها فوقهم واضغطها كده كويس، عشان انا مش عايزه الجلاش معايا يتنفخ او يورق. هو هيورق بس هو زي ما هو نفس السمك اللي هو فيه، مش عايزاه يتنفخ معايا عشان يبقى كويس. وهدخلها بقى على الفرن متسخن مسبقا طبعا من قبل ما ابدا في الوصفه، على درجه حراره 180 لغايه ما ياخد لون دهبي معايا. هنا بقى عندي في كسرولة في اي حاجة هحط نص لتر من اللبن وعليها معلقتين كبار كده من السكر. احنا هنعمل كاستر، انا بستخدم اكياس الكاستر دي، بيبقى كيس صغير كده على قد النص كيلو لبن. ممكن تجيبي اللي هو البطرمان عادي او العلبة اللي موجود عندك. انا النهارده هستخدم فانيليا وشوكولاتة. هضيف كده الكيس كله، او لو ما عندكيش الاكياس دي هتضيفي 3 معالق كبار، وتقلبي كويس جدا بقى على البارد. لو اللبن سخن معاكي طبعا الخطوة دي هتعمليها في نص كوباية لبن بارد على جنب، وبعد كده تضيفيها على اللبن السخن. لكن انا هنا اللبن معايا بارد فهضيفها على طول. اقلب بقى كويس كده لغاية ما الاقي الخليط كله اتجانس مع بعضه، وبعد كده هولع النار بقى. تفضلي تقلبي فيه لغاية اما تلاقي القوام تقيل معاكي زي المهلبية كده. طبعا الحشوة دي ممكن تستغني عنها وتحشي بستري كريم عادي، ممكن تحشي كريم شانتيه عادي اللي انت حباه، بس هي الحشوة دي ممتازة كده. تمام، خلاص كده سمكه تقل معانا. هشيله بقى من على النار. لازم يكون تقيل معاكي كده عشان الحشوة ما تسيلش منك وانتي بتحشي الجلاش. كده فضيتها في طبق اهو، هغطيها كده بكيس بلاستيك عشان ما تعملش قشرة. هتأكد كده ان الوش كله اتغطى معايا، وهكرر نفس الخطوات في الكاستر الشوكولاتة. هنا خلاص انا عملت الكاستر الشوكولاتة، برضو هغطيه بكيس بلاستيك عشان ما يعملش قشرة، واشيله بقى في التلاجة يبرد تماما. هنا الجلاش طلع معايا، شايفين لونه تحفة، ورق اهو، واللي فوق واللي تحت واللي في النص وكله استوى. شايفين مورق معايا اهو ولونه دهبي وتحفة. هكرر نفس الخطوات لغاية اما كمية الجلاش تخلص معايا. انا بقى كنت مجهزة كوباية من السكر على نص كوباية من المية وعصرة نص ليمونة تغلي على النار كويس جدا وتبرد تماما. هسقي بيها بقى بعد ما بردت، واول ما الجلاش يخرج معايا حوالي معلقتين كده على كل طبقة، مش كتير، واسيب الجلاش يهدى معايا تماما. شايفين لونه حلو اوي، اللهم بارك. هسيبه بقى لغاية ما يبرد معايا. شايفين اللون؟ هنا بقى هجيب اي صينية او اي حاجة احط اول طبقة من الجلاش عليها. وهنا الكاستر بعد ما برد معايا ضربته باي مضرب عشان يفك معايا ويبقى كريمي كده، عشان بعد ما بيبرد طبعا بيتكتل. هحط كمية من الكاستر وهفردها كده، احاول اسويها. تمام، هجيب بقى تاني طبقة.
كانت فيه بعض من الجلاش يعني اتشال منها، فبحاول احطه كده عادي. كل ده بيتدارى، هحط طبقة تانية من الحشوة نفس طريقة الجاتوه بالظبط، بس ده بقى ولا بتساوي جاتوه ولا اي حاجة، سهل جدا. لما تعمليه لولادك او جوزك هيفرحوا بيه جدا، لان شكله في التقديم حلو قوي، وطبعا اي حد هيشوفه هيفكره ان انت جايباه جاهز من المحل. هضغط عليها كده ضغطة بسيطة كده، يعتبر خلاص خلصنا. شايفين الطبقات شكله حلو قوي كده. خلاص خلصت طبقة الجلاش بالشوكولاتة، كمان حشوة الكاستر بالشوكولاتة كده تمام. هنزل بقى من على الوش. عندي هنا نوتيلا سيحتها كده وهزين بيها بقى. ممكن بدل النوتيلا دي تحطي لوتس، هيليق مع الشوكولاتة برضو حلو جدا، وممكن سكر بودر عادي. بس حشوة الكاستر بالشوكولاتة ما بتتحكميش فيها قوي زي بالفانيليا. لكن بالفانيليا ممكن تحشي ممكن تزيني من مربى عادي، مش فراولة تين. ممكن سكر بودر زي ما انا هعمل، ممكن لوتس، ممكن نوتيلا بيضة، اللي انتوا حابينه. وهنا عندي نوتيلا بيضة هعمل بيها خطوط كده عشان نعمل تجزيعات وتدي منظر حلو. تمام. هجيب اي خلة بقى او اي حاجة واروح واجي بيها كده عشان تعمل التجزيعات دي. ما شاء الله اللهم بارك، شكلها حلو جدا. هنا بقى انا هقطع الجلاش قبل ما ازينه، لان بسكر بودر وهحط ايدي عليه وكده، فالسكر بودر هيروح وهيدوب، مش هيبقى شكله لطيف خالص، فلازم نقطعه الاول. هنا لازم نقطع بمنشار، اللي هي السكينة المشرشرة مش السكينة عادية، عشان يتقطع معايا كويس. ولازم احط السكينة في مية سخنة، يعني بيبقى جنبي شفشق كده فيه مية سخنة، احط السكينة واشيلها وبعد كده اقطع. بيتقطع معايا بكل سهولة اللهم بارك. ممكن تقطعيه كبير صغير الحجم اللي انت عايزاه. هنا هقطع بقى اللي بالشوكولاتة برضو، بس ده كان معصلك معايا حبتين مش عارفة ليه. عادي يعني عادي، متشيلوش هم اي حاجة وما تخافوش من حاجة. كل شوية بحط السكينة في المية السخنة واطلعها امسحها واقطع بيها. هنا هقطعه قطع اصغر شوية، قطعي القطع اللي انت حباها. تمام. لو وصلتي معايا لهنا من الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت بتمنى منكم يا ريت تقدروا تعبي، ان انا بتعب والله عمال ما بصور واوصل لكم المعلومه وكده. يا ريت تشجعوني بلايك وبكومنت حلو منكم. هنا خلاص الجاتو جاهز معانا. ايه رايكم بقى في شكله وطعمه؟ حلو جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، سواء بالشوكولاته سواء بالسكر، الاتنين احلى من بعض، ومن ايديكم هيبقى احلى واحلى. شايفين شكله ما شاء الله. الجلاش معانا مورق وحلو جدا. يلا اسمعي الفيديو وقومي اعمليه على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.